안녕하세요 여러분 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إسراء من قناة أجا فايتي. رجعت لكم فيديو جديد. يربون الاختبارات على الانترنت صار لكل شيء، يعني أي شيء تريد تعرف عن نفسك فراح تلقى اختبار إلى موجود. فاليوم راح نجرب واحد من ذي الاختبارات. الاختبار هو مثل ما واضح بالعنوان اختبار الاكتئاب. وطبعا كلياتنا نمر بمشاعر سلبية والى اخره، لكن احيانا الامور تزيد عن حدها فتبدا تتساءل هل انا مصاب بالاكتئاب؟ اوكي المهم راح نسوي اختبار الاكتئاب اليوم. هذا الفيديو راح يكون فيديو خفيف ويمكن ثقيل. اختبار انا ما جربته قبل، لكن يعني جربت نموذج سابق ويعني عندي فكرة عن الأسئلة راح يسألونها. راح نجرب الاكتئاب سوا. بسم الله. او ماي جاد. راح نجرب الاختبار سوا، نشوف شنو نوع الأسئلة اللي بيه وأقيمها لكم وطلق خبرتي، بما أني أنا قلت لكم يعني عندي اكتئاب. وحتى إذا حابين تجربونه بعد الفيديو راح يكون الرابط بالديسكربشن. هو الاختبار مقياس للاكتئاب، يعني بس من عنده راح تعرف إذا أصلا ما عندك اكتئاب نهائيا أو إذا عندك وش قد يعني نسبته. خلينا نبدأ بالاختبار. السؤال الأول: قلة الاهتمام أو قلة الاستمتاع بممارسة غلط قواعدي أو إملائي معرفة بممارسة بالقيام بأي عمل. المفروض أما بممارسة أي عمل أو بالقيام بأي عمل. المهم نمشي لهم إياها. قلة الاهتمام أو قلة الاستمتاع بممارسة أي عمل. تختار أحد التقييمات، عندك 4 تقييمات، يعني شقد نسبة شعورك بهذا الشيء. ولا مرة، عدة أيام، أكثر من نصف الأيام. بين يعني اختبار خريط من بدايته. فأيام يقصدون أغلب الأحيان. وآخر شيء تقريبا كل يوم. صراحة بالنسبة لي يعني أنا أعاني كثير من قلة الاستمتاع وقلة الاهتمام، يعني والحماس بهواياتي اللي أمارسها أو الأشياء اللي أحب أسويها. فراح نختار أكثر من نصف الأيام أو تقريبا كل يوم. حاليا تقريبا كل يوم، بس اليومين الأخيرات صراحة أحس بشعور أفضل، يعني إنه قاعد يجيني حماس للرسم وعندي حماس الفيديوهات. يعني تشوفوني قاعد أصور لكم فيديو جديد. بس بصورة عامة يعني الفترة الأخيرة تقريبا كل يوم كنت أحس بهذا الشعور. التالي: الشعور بالحزن أو ضيق الصدر أو اليأس. اليأس العياذ بالله، الحمد لله يعني لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يعني يعني اليأس معناها نهاية المطاف. الله يبعدنا عن هذا الشيء. لا الحمد لله أنا شخصية متفائلة يعني. لكن الحزن وضيق الصدر يأس تصير عندي هواي. عدة أيام ما في النوم أو نوم متقطع أو النوم أكثر من المعتاد. هاي معلومة. المكتئبين يصير عندهم اضطرابات بالنوم. يقسمون قسمين: بعض يصير عنده أرق وقلة نوم، والبعض الآخر ينام أكثر من المعتاد. يصاب بالأرق هم الأكثرية، واللي ينامون أكثر من المعتاد هم الأقلية. أنا من الحمد لله من الأقلية. صراحة هم الاثنين هم شيء مزعج، لكن صراحة الأرق شيء حديث آخر. يعني الله يعين الأشخاص اللي عندهم أرق. أتوقع مرة صارت بي وما كنت أقدر أنام، بس كان شعور زين. المهم السؤال التالي، لا بعدنا ما جاوبين هذا السؤال. عدة أيام أو أكثر من نصف أيام. خلونا نختار عدة أيام. الشعور بالتعب أو بامتلاك قليل جدا من الطاقة. امتلاك قليل من الطاقة، بطاريتي بسرعة تخلص وأتعب. يعني أحيانا هيك حالي تعبانة أكون، بس قبل أكثر هسه أفضل، بس خلينا نقول أكثر من نصف الأيام. قلة الشهية أو ازدياد في تناول الطعام عن المعتاد. هاي أيضا مشكلة عندي، قلة الشهية. أحيانا يعني إنه ما أشتهي، تقطع شهيتي، وأحيانا قليلة جدا أصير شرهة. المهم إنه عندي هذا الاضطراب بالشهية تقريبا كل يوم. المهم الشعور بعدم الرضا عن النفس أو الشعور بأنك قد خذلت نفسك أو عائلتك. سؤال محرج. صراحة
صراحة نعم. شعور عدم الرضا أحيانا بعد شعور بالفشل، إنك شخص فاشل، هذا الشيء يحدث يعني مع المكتئبين. وأحيانا تشعر بأنك فاشل، عالة وإلى آخره، يعني تحطم نفسك. يعني أخير فترة لا، يعني مو كثير تلاقي هاي المشاعر عن نفسي، وأحس إني قاعدة أبذل جهدي بحياتي. فأقول أكثر من نصف الأيام أو عدة أيام، أكثر من نصف الأيام. صعوبة في التركيز مثلا أثناء قراءة الصحيفة أو مشاهدة التلفزيون. من زمان تصير وياي هاي الحالة، أو سواء يعني بالمدرسة أو بالجامعة كانت، أو حتى حاليا لما أقرأ كتب مرات أو أقرأ شيء على الإنترنت، أعيد قراءة السطر أكثر من مرة دماغي يسوي يعني أوكي موجود هاي الحالة. وهذا يسبب لنا مشاكل وضغط بالدراسة، إنه لما تكون أنت ما عندك تركيز بس هيك صافي، ما تريد تشغل دماغك أو ما تقدر تشغل دماغك تركز ويا الأستاذ وتكون مثل تعرف تجاوب وما تجاوبه، يعني هيك أشياء تصير هواي. أكثر من نصف الأيام أو تقريبا كل يوم بطء في الحركة أو بطء في التحدث عما هو معتاد لدرجة ملحوظة من الآخرين، أو على العكس من ذلك التحدث بسرعة وكثرة الحركة أكثر من المعتاد. ومرات أكون عندي بطء بالكلام، يعني أقطع بالحديث، لأنه أفكاري متجمعة ويشرد دماغي. يعني أنا قاعد أتكلم بموضوع ودماغي هيك يعني يطفر، معود وين رايح، تعال قاعد سولف، هو يشرد بغير مكان، أشتت وأقوم أشياء تتداخل في بعضها. جتني خوش فكرة رسم على هذا الموضوع. المهم نرجع الموضوع، نقول عدة أيام راودتك أفكار بأنه من الأفضل لو كنت ميتا، أو أفكار بأن تقوم بإيذاء النفس. يعني صراحة أنا من الأشخاص اللي متشبثين بالحياة نوعا ما. يعني ليش؟ لأن أحس إنه عندي شيء أريد أسويه وعندي أحلام وهواي أشياء بعدني ما مسويتها. لكن الفترة الأخيرة في أوقات فكرت إنه ما يسوى هذا كله، يعني فهمت؟ أوكي. المهم عرفنا من هاي السوداوية، يعني قريب، يعني خلينا نقول التقييم الثاني. أوكي، ما هو نوعك؟ خلصنا الاختبار الظاهر. يسأل ذكر أو أنثى. ما هي الفئة العمرية لك؟ من 25 إلى 34. واو. قبل سنة كنت يعني اختار بهاي السوالف، كنت اختار الخيار الثاني، لأنه كنت بالنهاية يعني كنت 25 24 بس. يعني هسه لا، صرنا فئة الثلاثينات. are getting old and okay. أظهر نتيجتك. اوكي بسم الله جو. نتيجتك: درجة اكتئاب لديك متوسطة، تظهر عليك أعراض الاكتئاب في كثير من الأوقات وتؤثر على حياتك بشكل ملحوظ. أنت في حاجة لمساعدة من متخصص للتغلب على هذا الاكتئاب لديك الذي يؤثر على حياتك بشكل كبير. اوكي احجز الآن. هذا بالترويج طلع انه يحجز دكتور يمكن او هيك شيء. المهم اكو رقم فوق المتوسط. ايش قد درجتي بالمتوسط؟ ايش قد درجتي؟ 17. المهم صراحة هذا الاختبار يمكن او ما اعرف اني ايش كم اختبار سويت قبل، يمكن اختبار او اختبارين بس، لكن ما كان مريحات. يعني احس الاسئلة شوية معقدة او خيارات معادلة او هيك شيء. المهم بس هذا يا نهار اسود، ايه ده يا جدع؟ ده الواد منصور ماله ما بيجمعش. هذا الاختبار هو مطينا اكثر من يعني مفصل بالسؤال بحيث تفهم شنو اللي يقصده، من شو يريد منك. فيا
اذا حابين يعني اسوي فيديوهات اكثر من هيك نوع، يعني يعني باختبارات او العاب من هذا النوع، تعرفون اللي هاي السوالف، اقترحوا علي بالتعليقات او خلوا لي روابط الاشياء اللي تريدوني اسويها او اختبرها، اختبارات او العاب ايا كان. فيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم. تابعوني على الانستغرام، هناك يعني نتواصل اكثر. تجدوا هذا اول فيديو تشوفونه لي، لا تنسوا تشتركوا بالقناه، هسه اشتركوا وصيروا من جماعتنا جماعه الفايترز، وايضا حطوا اعجاب بهذا الفيديو يعني، وانشروا القناه حتى يزيد متابعين عددنا، تحمسوني اسوي فيديوهات اكثر. اخر شيء اقول لكم اجا فايتين، باي باي.